الحمد لله الذي يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد كل من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ويعلم عدد كل من آمن من المؤمنين وعدد من لم يؤمن من الكفار. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم أهل القرآن الكريم. حلقة اليوم هي حلقة متميزة لأن فيها ضيف متميز متعه الله بنعمة الصوت في تلاوة القرآن. الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بحفظ كتابه على ظهر قلب. أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة محاكاة كبار القراء. إذا طلبت منه أن تستمع إلى أحد المشايخ فعليك أن تبلغه بأنني أريد أن أستمع إلى الشيخ كذا، فيخرج من فيه صوت الشيخ كذا. فلنرحب معا بأخونا الضيف الشيخ ياسر السيد السكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك معنا. نود أن نستمع إلى بعض المعلومات عنك ثم تمتعنا ببعض الآيات من كتاب الله عز وجل، فلتتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم شيخ ياسر السيد السكري، إمام بأحد المساجد، وحفظت القرآن في سن صغير، وقد درست في كلية اللغة العربية. طيب، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك صلاح الحال وحسن تلاوة القرآن. سمعنا أنك ترتل وتمتع ببعض الأصوات الكريمة، فلترينا منك الخير بصوت الشيخ المنشاوي بعض الآيات من القرآن الكريم. تفضل سيدنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحسنت ما شاء الله، جزاك الله كل الخير يا أخونا وحبيبنا. وجزاكم أخي. أنا والله سمعت أن أنت بسم الله ما شاء الله يعني تحاكي بعض مشايخ السعودية مثل الشيخ الشريم. ممكن أن تسمعنا يعني أو تمتعنا ببعض الآيات؟ الله المستعان. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله أكبر. ما تسمعنا أنت بقى حتة كده بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه. اتفضل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ممكن بقى يا شيخنا تسمعنا حتة للشيخ المقلي إمام الحرم؟ يا مرحبا إمام الحرم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ما تدينا كده حتة بصوتك الجميل بصوت الشيخ محمد جبريل كده نشوف نبرته معانا ولا مش معانا. توكل على الله. يا رب تحضر إن شاء الله بإذن الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر، ما شاء الله، أحسنت. رحمك الله. إن شاء الله ممكن تسمعنا برضو الشيخ علي جابر رحمه الله، عارف أنك تحاكيه. رحمة الله عليه. اللهم ارزقه الجنان وارزقه الخيرات وارزقه الرأفة والرحمات، ونحن وإياه اللهم آمين وجميع المسلمين آمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. أحبتي في الله، ها هي قد انتهت حلقتنا سريعا مع ضيف كريم نحسبه على خير، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في صحته ويعافيه، وأن يبارك فيكم وفي صحتكم ويعافيكم. وها قد انتهت الحلقة سريعا، ونوعدكم إن شاء الله بحلقة جديدة مع ضيف جديد مع برنامجكم أهل القرآن الكريم في رعاية الله وأمنه. والسلام في الختام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.